المنابر الحرة، غير باش يعرف الجميع اللي تيتبجحوا بحقوق الانسان في المغرب. حنا فرع الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان كنا بننظموا واحد الندوه عاديه ديال الغلاء والحريات في المغرب الى اين من تاطير الدكتور عزيز غالي، ولكن فوجئنا باغلاق دار الشباب والتطويق ديالها بالترسانه ديال المخزن وديال جميع اشكال الالوان ديال القمع. الخطير في الامر انه في الوقت اللي المجال الحقوقي النزيه والحر تيتمنعوا لانه تيخلعهم وتيخافوا منه، لانه بيقول الحقيقه وبيفضح المفسدين وبيفضح السبب ديال الغلاء والسبب ديال التراجع ديال الحريات وديال كذا بدون كليشات، بدون زواق، بلا زواق باش نعرف، بلا زواق، بلا حتى شي حاجه. لذلك هذه اللغه هذه هي اللي تتخليهم انهم يمنعونا، ولكن من يمنعونا حنا جسدنا واحد الوقفه احتجاجيه رمزيه وصدرنا بيان بالمناسبه اللي في الوقت هما تيشجعوا ديك الثقافه التافهه، ديك الثقافه التي لا تساوي شيئا سواء في دار الثقافه او في دار الشباب. وتنعرفوا حنا الملايير اللي تتخسر على المهرجانات، واحد المجموعه من المنتديات واللقاءات واللي ما تيكون فيها لا تراخيص ولا والو، فيها تبذير المال العام بشكل كبير جدا في الوقت اللي البلاد اللي زاكوره تتعاني بزاف، سواء على مستوى الصحه اللي تنعرفوه تيعيش الحضيض، واللي باقي النساء والاطفال والشيوخ تيعيشوا الويلات وسبب التنقل ديالهم المستمر سواء الورزازات او المراكش. تنعرفوا كذلك ما يعيشوه المعطلين، تنعرفوا ما يعيشوه التلاميذ ديالنا واللي تيتكبدوا عناء السفر في التنقل سواء المراكش او لاكادير، وما كاينش حتى شي نواه جامعيه وكاين الكذوب. اذا كل شيء هذا الشيء حنا عادي نبقى نناضلوا عليه، وهذا المنع ديالنا اليوم راه ما عادش نسكتوا عليه وعاد نردوا عليه في الوقت المناسب. وتحيه للجميع.